وهل الدعاء بيغير القدر؟ من أهم الفيديوهات اللي ممكن تسمعيها في حياتك. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان هنعرف إذا كان الدعاء بيغير القدر ولا إيه المسألة بالظبط. السلام عليكم، معاكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني اشتراك وتابعيني. هل الدعاء بيغير القدر؟ العلماء في الأمر ده اختلفوا على قولين. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل. الموضوع ده على قولين. القول الأول قالوا المسألة مسألة بركة، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يبسط له في رزقه، اللي هو ربنا يبارك له فيه. يعني إيه؟ يعني يكون مثلا معاه 1000 درهم فتقضي له احتياجاته كلها ويجيب كل اللي هو عايزه. انما مثلا واحد تاني يكون معاه برضه هي ال1000 درهم، بس بص اتنسفت، مش عارف هي راحت فين اصلا، ما فيهاش بركة اصلا، وكمان ما جابتش الحاجة اللي هي عايزاها. لا، في حاجات كتير عايزاها وما جابتهاش. بس فالمسألة مسألة بركة. وينسأ له في اثره، يعني يبارك له في عمله. يعني مثلا يعمل عمل ياخد معاه ساعات، غيره يعمل نفس العمل ياخد معاه ايام وليالي وسنين، فربنا يخليه منجز كده ويبارك له. بقى القول الثاني على الحقيقة. يعني ايه على الحقيقة؟ يعني فعلا زيادة حقيقية في الرزق وفي العمر. يبسط له في الرزق يعني زيادة في الرزق، ينسأ له في أسره يعني زيادة في العمر. يعني ايه بقى؟ يعني القدر هنا بيبقى قدرين. القدر الأول اللي كتبه ربنا قبل خلق السماوات، قبل خلق أي حاجة أصلا، ب50,000 سنة. ربنا كتب إن البشر، وكتب أعمالهم، وكتب أعمارهم، وكتب شقي أو سعيد. كله ده ربنا كتبه قبل خلق السماوات وقبل أي حاجة ب50,000 سنة. فهو ربنا كتبه، وده مصداق لقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب دي يعني القدر مكتوب عند ربنا من زمان. وكمان مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أصلا كل حاجة مكتوبة خلاص. تمام. طب الدعاء بقى بيغير القدر ازاي؟ الدعاء بيغير القدر. القدر هنا مش القدر، احنا قلنا القدر قدرين، مش القدر اللي ربنا كاتبه قبل خلق السماوات، دي حاجة مفروغ منها. امال ايه؟ القدر الملائكة كاتبهولك. القدر اللي انت في بطن امك الملائكة كاتبالك، هتكوني شقية ام سعيدة، عمرك هيبقى كام سنة، رزقك هيبقى غنية او فقيرة، كل حاجة الملائكة كاتبالك وانت في بطن امك. فدي الحاجة اللي هي يمحو الله ما يشاء ويثبت. دي القدر ده اللي مكتوب لك وانت في بطن امك، هو ده اللي ممكن يتغير. يمحو الله، ربنا بيمحيه، بس منين؟ مش القدر اللي هو كاتبه، لا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اما انهي قدر؟ القدر اللي الملائكه كاتباه. يعني مثلا واحده الملائكه كتبت ان هي هتعيش 50 سنه، عملت صله الرحم اللي ربنا قال لها عليها، فربنا بيقول للملائكة: امحوا ال50 سنة دي وخلوها 60، خلوها 70. يبسط له وينسأ له في أثره، يعني هيزيد في العمر. تمام. فيمحو الله ما يشاء، دي بتدل على كتابة الملائكة مش كتابة ربنا. تمام. فيمحوها وهيكتب بدل 50 60. وربنا لأن أصلا ربنا عارف وكاتب لك اصلا في القدر اللي مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق اي حاجة، كاتب لك ان انت هتصل رحمك وهيزيد عمرك. هو كده كده اصلا في الاصل العمر مكتوب. يعني الملائكة مسحت ال50 دي وكتبت بدلها 60، هو اصلا مكتوب لك في الاصل عند ربنا، عنده ام الكتاب مكتوب فيه 60. تمام. بس هو ربنا عارف وعالم ان انت هتصلي رحمك وهتوصلي لل60. يبقى يبسط له في رزقه. يعني مثلا الملائكة كاتبالك ان انت هيبقى معاك 2 مليون، واول بقى ما تصلي رحمك هيبقى ال2 مليون دي ربنا هيؤمر امر للملائكة ويقول لهم اكتبوها 3 مليون، ويبقى يبسط له في رزقه. بس هي اصلا عند ربنا مكتوبة 3 مليون، وربنا عالم وعارف ان انت هتصل رحمك وال2 مليون دي هتوصل بيها ل3 مليون.
فشاهد في الموضوع ان القدر اللي بيتغير اللي تكتبه الملائكة، اللي الملائكة كاتباها وانت في بطن امك. تمام. فيعني الشاهد ان انت تعملي كل حاجة ربنا عملها لك، سواء عايزة يزيد رزقك او يطول عمرك، او اي امنية عايزة تعمليها، يبقى تعملي باللي ربنا عطوهولك عشان توصلي للي انت عايزاه. تمام. يبقى كتابة الملائكة يمحو الله ما يشاء، ممكن تتمحي ونكتب غيرها، انما اللي مكتوب عند ربنا لا يتغير. تمام. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتركي لو اول مرة تشوفيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.